أهلا وسهلا. انت هلأ صرت شخص محسوب علينا يا علي رضا، وفيك تلاقي مكتب لحالك بمكان أهم. فهمني ليش بعدك قاعد هون؟ أنت قلت لي إنه الشوارع لازم يكون في إلها قوانين ونظام، ويلي كان قبلي كان عنده مكتب أهم، بس كان عايش حياة بعيدة عن الشوارع، وأنا ما رح أغلط نفس الغلطة. تفضل. شو بتحب تشرب فؤاد بيك؟ ما راح أطول كتير، بدي أحكي معك بموضوعين، بدي إياك تركز منيح وتفهم اللي عموله. أول شي بدي أحكي بموضوع صبري. يعني في عندك مشكلة بموضوع صبري؟ امبارح المساء قلت إنه صبري كان موجود معك، صح؟ صح، هو اللي خبرني إنه جاي الشرطة. علي رضا، أنت هلأ ما عم تشتغل لحكمته بس، أنت عم تشتغل للمجلس، وعم تشتغل لصالحي بنفس الوقت. وإنك تستعمل رجال حكمة آغا هذا الشي مانو مقبول. وإذا ما كان عندك رجال بالعدد الكافي، خليني أقول لرفقي لحتى يدبر لك رجال. بس من بعد اليوم بالشغل الخاص اللي بيناتنا ما بفضل تستعمل لا رجال حكمة ولا رجال حدا تاني. مفهوم اللي عم قوله؟ يلي قلته اعتبره رح يتنفذ، مع إنه ما بتصور إنه أحتاج، وفي حال احتجت بطلب المساعدة من رفيق. حلو كتير. بس بظن جيتك لهون مشان الموضوع الثاني، لأنه هالكلام كان فيك تقوله وقت كنا قاعدين ومجتمعين كلياتنا. أنا قبل ما أروح لعند ابني على البيت وأطمن عليه، اجيت لحتى ما أكون دعست على وجودك هون. كيف ما كان هاي المنطقة إلك، ومثل ما بتعرف سحبنا ايد براق من أعمالنا، وكمان منع إنه هو يستغل نفوذنا وقوتنا بعد هلأ لأنه ما كان قد الثقة. بس أنت لازم تقدر شو ما كان السبب، هذا بيكون ابني، بس لازم شوف وضعه، ولازم كون أب، وواجبي إني أطمن عليه وشوفه إذا منيح. يا ترى بقدر حكيك بصراحة فؤاد بيك؟ إيه أكيد، تفضل. أنا متضايق من وجود ابنك بحارتي. مزبوط المجلس فقد الثقة فيه وسحب الدعم كلياته عنه، بس في شي كتير غريب. هو شو جاي يعمل بحارتي مع انه بمصاري بيقدر يعيش بأي مكان بده اياه؟ هذا المكان ما بيناسبه ووجوده بيضايقني، بتمنى تتفهم. أنت معك حق، ثروة براق كبيرة كتير لدرجة إنه هو فيه ينقي المكان اللي بده يعيش فيه. وبصراحة أنا ما بعرف ليش هو فضل إنه يكون هون، بس بدي أطلب منك إنه ما تحكم على ابني براق من فعايله، وبدي إياك تسامحه على كل شي عمله من قبل، أو حتى الشي اللي بده يعمله. وطالما أنت صرت تشتغل معي هلأ، معناتها من واجبك إنك تحمي عيلتي وتفكر بمصلحتهم كمان، وإنك توفر لهم كل شي بالدنيا. وفيك تعتبر إنه هي أول مهمة إلك. هاي أصعب مهمة ممكن تكلفني فيها لحد اليوم. أنت بذات نفسك ما قدرت تحمي ابنك، عم تطلب مني أنا أحمي لك إياه؟ رح يكون صعب علي إني أقوم بهيك مهمة. أنا رأيي مو هيك. أنت رجال قدر يهرب أخوه لجابر من السجن بكل بساطة، وقدرت تنقذ حياة أولادنا. وبما أنك قتلته لجابر،
معناتها أنت رجال متغلب على أمور أصعب من هيك بكتير. ما عندي أدنى شك إنك رح تتغلب على هي كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين. تفضل عود. شكرا يا صبري. صبري، خليهم يعملوا لنا قهوة سادة لأنه عنا قعدة طويلة. خير يا أغا، قال حضرتك طالبني ضروري. علي رضا عم حاول حذره بس مسكر مخه. علي رضا رجال فهمان، وإذا بينحكى معه حكي معقول ما رح يسكر أدنيه، إلا إذا صاير سوء تفاهم بيناتكن يا أغا. أنا هذا اللي بعرفه، ورجعت فهمته مرة تانية ورجعت حذرته بس ما أخذت جواب. قلت خليني استشيرك لإلك. فشو يا حسن؟ أنا اللي ما عم بقدر أفهمه ولا هو مسكر مخه؟ شوف يا أغا، أنت بتعرفني، أنا بحياتي ما كنت وسيط، وبتعرف الوسيط لونه رمادي. صح، آخر فترة عم يصير معي شغلات ما بحبها أبداً، وعم بتحمل كرمال بنتي. وطالما أنت بتعتبر علي مثل أخوك فلازم تتحمل. فإذا أخوك ما بيسمع كلامي فمعناته رح تجي على راسه مصايب كبيرة، وهذا الشي مو مطول. عداك العيب، كلامك مزبوط. علي رضا أكتر من أخي، ومستعد أعمل كل شي كرماله. وكمان خالد الله يسلم لك ياها غلاوتها كبيرة عندي، ولهالسبب إذا بتسمح لي يا آغا خليني أقول لك شو في براسي واستشيرك. قول. مثل ما بتعرف يا آغا، القبضاي ما بيعمل شي ما بيليق فيه، وما بيمشي جنب حدا ما بيليق فيه كمان. علي رضا وخالدة لابقين لبعضهم، وعلى حسب ما بعرفك يا آغا أنت بتعرف يلي بيليق بمقامك. الصراحة أنا بس اللي بعرف مين بيليق فيني. ما حبيت منك إنك تدخل بالمسائل العائلية يا حسن، وخصوصاً بهيك موضوع إنك تفكرني باخد نصيحة من حدا، فهي ما بتليق فيك يا حسن. آغا، أنا عقلي ما عم بتحمله، ومالي مضطر انصح حدا بنوب، بس الواضح أنا كمان مثل علي رضا فهمتك غلط، فيا ريت تصلح كلامك لحتى أنا أعرفه وفهمه لعلي رضا. الشي اللي لازم